النهارده يا شباب هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير باسورد الواي فاي ونعمل اخفاء لشبكه الواي فاي ونغير اسم شبكه الواي فاي. طبعا الراوتر اللي احنا هنتكلم عنه موديل دي جي 8045 دي جي 8045 سواء في شركه اورنج فودافون اتصالات والراوتر ده موجود دي جي 8045 فهو الشرح هو السيستم هي الخطوات، يعني مفيش فرق لان الموديل واحد، ولكن اللي بيختلف اليوزر نيم والباسورد اللي بيكونوا في ظهر الراوتر اللي هم خاصين بالشركه، لان كل شركه بتحط السوفت وير بتاعها، ولكن الراوتر سيستمه واحد. اول حاجه هتفتح المتصفح بتاعك سواء من على الموبايل فهي الخطوات، او من على الكمبيوتر هي برضو الخطوات. اول حاجه هتبدا تفتح المتصفح وهتبدا تكتب 192.168.1.1 وهتقول انتر. هيبدأ يفتح معاك بالشكل ده، ممكن يفتح معاك على طول، ممكن يفتح معاك بالشكل ده. كل اللي عليك هتبدأ تضغط على اعدادات متقدمة، بعد كده تضغط على متابعة 192.168.1.1 وهتبدأ تقول اوكي. هيبدأ يفتح معاك بالشكل ده كده. هتبدأ تجيب الراوتر بتاعك وتشوف اليوزر نيم والباسورد اللي هم في ظهر الراوتر عندك. تمام، هنكتب اليوزر نيم والباسورد ونرجع لكم تاني. بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد هنبدأ نقول لوجين. هيبدأ يفتح معانا بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. كل اللي علينا هنبدأ نضغط على هوم نيتورك. بعد كده نبدأ ننزل على اللي قبل الأخيرة اللي هي WLAN settings، هنضغط عليها. بعد كده نضغط على WLAN encryption. هنا SSID دي خاصة باسم شبكة الواي فاي. أنا اسم شبكة الواي فاي عندي اسمها أحمد، أنا ممكن أخليها مثلا وليكن حرفين مثلا AS مثلا، عشان انا هعمل اخفاء لشبكه الواي فاي عشان تكون سهله بالنسبه لي طالما عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. تمام، بعد كده بحدد على انيبل عشان افعل الشبكه. بعد كده 32 دي ان يقدر يستخدم الواي فاي 32 شخص. انت ممكن تخليها مثلا 5، ممكن تخليها 6، خليها 6، ممكن تخليها مثلا 10. تمام، على حسب ما انت عايز. بعد كده بتبدأ تختار الحماية اللي هنا. بعد كده هو محدد لك ده هو خيار واحد. بعد كده بتيجي عند الباسورد. انا ممكن اكتب اي حاجة في الباسورد. طيب انا كتبت الباسورد ومش عارف انا كتبته ايه، هبدأ اعمل شو باسورد بالشكل ده كده واشوف انا كتبت ايه. طيب انا كتبت الباسورد ده تمام، مثلا هبدأ اغيره واخليه مثلا احمد مثلا كل حروف كابيتال، وهبدا اعمل واعمل 1 2. بعد كده جاب لي باللون الاورنج ان الشبكه بتاعتي متوسط. هبدا اعمل شباك وابدا اعمل مثلا 85 وابدا اعمل حرف الايه سمول. تمام، عشان يكون قوي معايا. بعد كده هاجي عند اخر واحده وهي بعد كده يا شباب لو انت عايز تعمل اخفاء لشبكه الواي فاي عند هايد برودكاست لو انا حددت عليها بالشكل ده كده يبقى انا عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. كل اللي عليا هبدا اعمل سيف، هيبدا يسيف معايا البيانات او هيحفظ معايا البيانات اللي انا عملتها في اعدادات الواي فاي. تغيير اسم الشبكه، حددت المستخدمين اللي يقدروا يدخلوا على الواي فاي بدل 32 خليتهم 10، اخترت حمايه قويه. بعد كده عملت الباسورد، بعد كده عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.